معنا السيدة مجيدة بوليلة رئيس جمعية مجيدة بوليلة الحداثة فعلا. تحتفلون اليوم بمهرجان الياسمين. بالفعل. لماذا هذا المهرجان بالذات؟ لماذا هو حلمة صغيرة حلمنا بها كجمعية، وتفاعلوا معنا العديد من الجمعيات الأخرى المشاركة، وخاصة المندوبية الثقافة الجهوية اللي عجبها المشروع وتبنيته معنا وشجعتنا، وهذا يشجعنا. علاش؟ شنو اللي نحبوا نعملوا؟ هو تثمين للمنتوج المحلي اللي نعتزوا به وتربينا به، والفرحة ما تكمن كان به بك المشموم هذاك، لكن قعد ديما في إطار معين بدائي ما وقعش تثمينه. ماذا بينا من خلال المنتوج هذايا نفجروا طاقات الإبداع لكل الشباب في الصناعة وفي الفنون التشكيلية وفي الرقص وفي كل الميادين الفنية. علاش؟ لأنه الياسمينة غنتغنيو بها الناس الكل، والياسمينة نجموا نشطحوا على إيقاعها ونجموا نثمنوها في أشكال هندسية ولا في أشكال متاع فضة ولا في أي صناعة أخرى. على ذلك خممنا في سوق ياسمين باش يولي يكبر بشوية بشوية ويشاركوا فيه العديد من الناس اللي هما يؤمنوا بالمشروع هذايا، إلى جانب أنشطة عديدة ثقافية كلها معناها تنص على تثمين المنتوج هذا وعلى أهميته. كان نقفلوا نجملوا مدينتنا وننظفوها ونعطيوها صبغة جمالية، وفي نفس الوقت نخلقوا فيها مجالات جديدة صناعية وتجارية وكل، وهذا الكل معناتها في صالح مدينتنا والحركية هذه تنجم تقع. ونحن بطبيعة الحال في الدورة الثانية مع المجموعة الكبيرة اللي آمنت بالمشروع هذا وجات معنا في الشراكة هذه، اخترنا الحديقة اللي شوية ديليسي هالفترة هذه ماهيش لاهين بها برشا. عملنا لها حملة نظافة وغراسة خاصة ل معناها نبتة الياسمين. عملنا أكثر من 25 نبتة موجودين، وقمنا بتنظيفها وزخرفة الحيوط بتاعها باش تستقبل اليوم الفرحة هذه. ونتمنى معناها وأنه الناس تعجبهم الفكرة ويكبر بشوية بشوية، يولي وطني ثم يولي أجنبي ولما لا. هل تعتقدين أنه ثمة من يهتم بشجرة الياسمين؟ احنا على هذيك غدوة في الصباح عندنا ميدة مستديرة، الياسمين تراثنا وثراؤنا، وهنا فما ناس مختصين في التجميل وفي التاريخ وفي البيئة باش يبينوا قيمة الياسمين في الصناعة وفي المواد التجميل وكتاريخ قداش يعز